هو ينفع تدرس في ألمانيا من غير ما يكون معاك لغة؟ لا، بس في مقاطعة اسمها زارلاند في ألمانيا، في جامعة اسمها زارلاند يونيفرسيتي اللي أنا بصور لكم فيها دلوقتي. تقدر تاخد سنة تحضيري وتدرس فيها اللغة، وبعد كده تقدر تكمل دراستك بعد الثانوية العامة. طيب ده تمام بالنسبة لخريجي الثانوية العامة. طب بالنسبة لخريجي الدبلوم أو الثانوية الأمريكية أو بعض الشهادات اللي مش معتمدة في الاتحاد الأوروبي، إيه موقفهم؟ بالنسبة للدبلومة الأمريكية والشهادات الغير معترف بيها، برضو يقدروا ياخدوا سنة تحضيري وبعد كده يقدروا يكملوا دراستهم ويختاروا الكلية اللي هم عايزينها. بس في مشكلة في الدبلومة الأمريكية. الجامعات في ألمانيا لو حد واخد دبلومة أمريكية بيطلب منك إن أنت تاخد في أي كلية سنة واحدة، تدرس في أي كلية في مصر أو في بلدك سنة واحدة، وبعد كده تاخد السنة التحضيري وبعد كده تقدر تدخل الكلية اللي أنت عايزها. ده بالنسبة للدبلومة الأمريكية. فلو أنت مش ثانوية عامة، روح كلم الجامعة عن طريق الإيميل وهم هيفيدوك أكتر مني بكتير. طيب إمتى مواعيد التقديم والتكلفة والتخصصات المتاحة؟ بالنسبة للتخصصات، فجميع التخصصات الهندسية والأدبية وحتى الطب موجود هنا في الجامعة، ولكن في تفاصيل في الطب أنا هقولها لكم في آخر الفيديو. التقديم من أول مارس لحد 15/7، وفي برضو من 13 سبتمبر ل 13 فبراير. بالنسبة للتكلفة فحوالي 300 يورو للفصل الدراسي الواحد عند التسجيل، ومع وسائل النقل طبعا بتبقى مجانية في المدينة. رسوم إدارية حوالي 50 يورو مع وجبات اقتصادية للطلاب. تيجي تقدم بترفع شهادة الثانوية العامة بتاعتك أو ما يعادلها مختومة من الخارجية ومن السفارة الألمانية. وطبعا هي لو بالعربي فانت لازم تترجمها ترجمة معتمدة من مكتب TLS اللي هو التابع للسفارة الألمانية اللي موجودة في مصر. عايزين السي في بتاعك وصورة باسبور ليك، ولو انت مقيم في دولة غير دولتك فانت لازم ترفع صورة الإقامة بتاعة الدولة اللي انت قاعد فيها. الورق ده بترفعه على اليوني اسيس وبتنتظر من 3 ل5 اسابيع، وبعد كده بيجي لك القبول اللي هو اسمه الVPD. تكاليف اليوني اسيس، فانت لو بتقدم اول مره فبتدفع 75 يورو، ولكن لو انت قدمت قبل كده فانت بتدفع 30 يورو بس. لما يجي لك القبول اللي هو الVPD لازم ترفع القبول وكمان الورق اللي انت رفعته قبل كده على موقع الجامعه، وبتنتظر القبول 3 اسابيع. طب لو طالب عايز يدرس طب يعمل إيه؟ بالنسبة للطب فهو ممكن ياخد سنة تحضيري هنا، ولكن هي السنة التحضيري هتفيده ان هو يتعلم اللغة الألمانية فقط، ولكن مش هتؤهله ان هو يدخل الطب. فالأفضل ان هو ياخد سنة تحضيري ويتعلم لغة هنا في الجامعة دي، وبعد كده يقدر يحول على التخصص الطبي إذا هو بقى معاه الألماني كويس جدا. لكن السنة التحضيري بتاعت الجامعة دي بالذات فهو بس بتأهلك للتخصصات الهندسية فقط. فلو انت عايز تدرس طب فانت لازم تكون متعلم ألماني كويس جدا في السنة التحضيري عشان تقدر تبقى مؤهل ان انت تدخل طب هنا. طبعا اوعى تنسى ان الدراسه في المانيا بتشترط حساب بنكي مغلق بقيمه 11000 يورو. لو مش في امكانياتك فكر في بولندا او التشيك، لان بولندا والتشيك ما بيشترطوش ان الحساب البنكي يكون مغلق، يعني ببساطه تقدر تحط فلوس وتسحبها تاني في اي وقت. ودي كل الشروط تقدر تتاكد من صحتها من الموقع الرسمي للجامعه، هنسيبه في اول كومنت. كل الفكره ان احنا شرحناها بصوره مبسطه. وكان في تعليق على فيديو تاشيره البحث عن عمل بنظام النقط الجديده، بيقول لي ليه ما بتقولش للناس ان الفيزا دي محتاجه تامين صحي بقيمه 30000 يورو. الاجابه ان كل الفيزا بتحتاج تامين صحي بيغطي 30000 يورو، بس انت ما بتدفعش 30000 يورو، انت بتدفع 500 جنيه 1000 جنيه على حسب المده وعلى حسب هو بكام تقريبا، بس مبلغ رمزي كده، ما بتدفعش 30000 يورو طبعا. والفايز معانا باغرب تعليق اللي كتب على الفيديو اللي فات: انت مش امين عشان ما قلتش للناس ان فيزا البحث عن عمل بتحتاج حساب مغلق بقيمه 11000 يورو. الاجابه انك اكيد ما تعرفش يعني حساب مغلق وبس سمعت عنه. الحساب المغلق بالنسبه للدراسه بيكون 11000 يورو، اما بالنسبه للبحث عن عمل فهو بيكون مرتبط بالمده، فبالتالي هو مبلغ اقل بكتير ومرتبط بالمده، وده المبلغ الفعلي اللي انت هتاخده معاك وانت مسافر اثناء رحلتك في البحث عن عمل. يعني دي الفلوس الاساسيه اللي هتاخدها معاك، مش حمل اضافي زي دماغك كده، هي ثابته معاك اساسيه رايحه جايه معاك حمل على كتافك. فنصيحه مني شغلها بلاش تركنها.